النغمة الجديدة إن بتوع حقوق الحيوان دول عبارة عن ناس مدعومة، وناس بتاخد فلوس أو ناس عندها شيلترز، فعايزة الكلاب والقطط تزيد عشان أنت لما تشتكي يخش يقولوا لك طب إحنا ممكن ناخدهم بس ادينا فلوس. طبعا دي نظريات، إحنا بنحب نظريات المؤامرة قوي، وكل ما تتزنق استخدم كلام كبير. يعني الفيديو اللي فات أنا وريتكم كومنت من واحد بيرد عليا إن إحنا مدعومين من الماسونية. الماسونية شخصيا بتدعم الدفاع عن الحيوان في مصر، والمؤامره الصهيو قطريه تركيا برعايه بنجلاديشيه. ما بنحب احنا الكلام ده قوي. هو اولا ما بيبقاش في اي حاجه بيبان ان انت مثقف، واحنا كلنا بنضحك. يعني مع احترامي ليك ايا كان، يعني برضه عشان في ناس بتبقى فاكره كده. اصل انا عندي بعد نظر، شفت المؤامره الصهيو الامريكيه، لا ده هبل. فتعالى بقى نتكلم في الجد. طيب دلوقتي انا واحد الاكونت بتاعي عندي 400 فولور. عارف يعني ايه 400 فولور؟ يعني الفيديو بتاعي ده اخره ممكن يشوفه 200 واحد. لا عندي شيلترز، ولا بلم تبرعات، ولا شغال في اي حاجه بتجيب فلوس تجاه الحيوان. طيب هل انا لوحدي؟ لا. 80% من الناس اللي طالعه، واحنا حتى مش طالعين، يعني احنا حتى بنتساءل هو في ايه؟ هو ليه فجاه الموضوع ده بقى ترند وكلهم منزلين نفس البوست اللي فيه صور الكلاب؟ ولو هتتكلم بقى وتقول علينا لجان، هو الاكونتات بتاعتكم دي هي اللي بتبقى غريبه. يعني انا بخش بقى تلاقي الاكونت اللي هو فيه خمسه، عنده خمسه فريندز بس وعامل لوك، اللي هو بيبقى حاطط الصورة علم مصر، حاطط كفر فوتو مي عز الدين. فصدقني والله احنا لو مشينا بنظرية المؤامرة، هو انتوا للموضوع غريب. يعني حتى في دكتور بيطري، وانا نزلت فيديو اول امبارح، ده كمان بيخرج على سم القطط. طب القطط دي ايه؟ فلو هتتكلم بقى همشي بنظريتك، لا انت المستفيد. ليه بقى؟ عشان انت اللي بتاخد فلوس. وفي واحد رد عليه في كومنت قال له انا كنت شغال في وزارة الصحة سابقا، وقال له انا بقول لك بقى، طبعا هو داخل من اكونت فيك عشان ما يتنفخش. قال له انا بقول لك بقى قتل الكلاب والقطط هو اللي بيزنس، مش الناس اللي بتدافع. عشان بناء عليه بنجيب فلوس، اصل هنجيب معدات ايه، اصل هنجيب سم ايه، شركات الادويه بتبيع. فلو هنمشي بالنظريه بتاعتك، هو انت اللي مستفيد بالفلوس ان هم يموتوا مش احنا. وتاني همشي معاك في شيلترز بتعمل كده. اولا انت ما تعرفش نيتهم، ثانيا كام واحد. ففكره ان انت عايز تتفه الموضوع، وللاسف الناس بتمشي وراه بقى. يعني تلاقي كومنت زي دي ممكن تجيب فاهم 560 لاف. فتاني، هي الرفق بالحيوان ده حاجه ربنا بيحث عليها، حاجه موجوده من زمان، مش ترمينولوجي جديد، مش مصطلح جديد. فكون ان حضرتك لسه مكتشفها السنه دي وبتحاول تعرف يا ترى ايه اللي وراها، يا ترى ليه الناس دي مش عايزه الكلاب والقطط تموت، اكيد في حاجه، اكيد مستفيدين حاجه، دي مشكلتك انت. لكن مش كل حاجه تعملوا نظريه مؤامره وتتهموا الناس بالباطل.